السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في حلقة جديدة من قناتكم كرة في الميزو. التوقف الدولي التوقف ده مشطشط قوي الصراحة. ممتع. احداث كتير قوي بتحصل كده في النص كده. مدربين بتمشي، مدربين بتيجي. الناس بتسجل سوبر هاتريك، الناس بتسجل 5 تجوان 7000 جول ستات وخمسات بالهبل يعني. مطوشة نارية جاية الأسبوع دوت، عودة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الجاي كمان. فالتوقف يعني التوقف وما بعد التوقف الصراحة يعني حاجة يعني مش فيه بس يعني حلو مش وحش. ننزل بالإنترو ونرجع لكم نشوف هنقول إيه. ورجعنا لكم تاني واهلا بكم في حلقه جديده من قعده الخميس من قناتكم كرة في الميزو. مصر، مش عايزين نطول في مصر. كسبنا. يعني خلاص محتاج نقطتين من الماتشين الجايين تتأهل مباشرة، سواء هتلعب بالجيبوتي، سواء هتلعبها في المغرب، سواء هتلعبها في مصر، سواء هتلعبها في اي حتة. يعني انت المفروض تنزل تكسب، شكرا اتأهلت. تكسب وتخلص بقى، مع انك المفروض كان ممكن تتأهل من ماتش بوركينا فاسو، مع انك عملت ماتش كبير قوي. لعبوا ماتش حلو يعني، وكان ممكن يتأهلوا ويريحونا ما وخلصنا. بقول لك يعني انت كان ممكن التأهل اساسا يجي لك من ماتش بوركينا دوت، تطلع كام كورة، كان قرارات متسرعة بعض الشيء. خطة كانت دفاعية وحذرة زيادة عن اللزوم، مع انك كنت اي نعم انت كان ممكن تعمل كده في الشوط الاول، بس تتحرك في الشوط الثاني شوية الصراحة. وتحرك 5 دقايق. ما بقى يعني انت المفروض كابتن حسام حسن كان ينزل باللعيبه ديت يحركهم شويه الشوط الثاني، كان ممكن تجيب جون واثنين وبوركينا هي اللي تجري وراك، مش انت اللي عمال تقفل. مستريح يعني الصراحه. بس كتوتال الصراحه يعني انت كنت داخل عايزين ناخد 4 بونت من الماتشين، انت هو فعلا دخل عامل 4 بونت. يعني كابتن حسام حسن لا للمتعه لا للسكسي فوتبول لا لكل حاجه، هو يريد الراجل المتعة فيذهب إلى السيرك. بالظبط كده. هو جاي يأدي المطلوب منه، جاي يعمل يتأهل لكأس العالم، يلعب افريقيا. يعني حتى موضوع على فكره اللي بيقول لك انه رفض يلعب البرازيل او مش عايز يلعب منتخب عالمي، بيقول لك الفتره ديت هو عايز يلعب منتخبات افريقيه. انا شايف ان ده حقه الصراحه، انت رايح تلعب افريقيا لا، بس في حاجه انك انت عايز تلعب منتخبات عاليه في التصنيف، اعلى منك في التصنيف، مش تتعود على حتى الاجواء دي. وعشان كاس العالم، ما كاس العالم القرعه بتاعته هتتاخد باخر تصنيف من فيفا اللي هو بتاع شهر 11. ايوه، فانت عايز تبقى مثلا ايه تصنيف تاني على الاقل، عشان ما تبقاش ايه في المجموعه انت بتقابل تصنيف اول وتاني صح. مدمرين، فاهم؟ فرصتك انك ممكن تتاهل، لان كاس العالم اللي جاي 48 منتخب هيتاهل من ال 12 مجموعه، اول 2 واحسن توالد واحسن 8 توالد. فانت يعني ممكن تبقى اول مره في تاريخك توصل للدور تاني، هتبقى 9 توالد بقى، احسن 9 تالت. احسن 9 تالت ده بإنجاز بالنسبه لي لو عملها يعني الصراحه، عشان مش هيتأهل يعني ممكن يبقى في امل، ممكن انك تلعب ف يعني ايه تحرك الدنيا شويه علشان تحاول في التصنيف تعرف التصنيف، بس انما كحقك تلعب منتخب افريقيا عشان تعود على الاجواء. بس انت كده هتلعب في المغرب، فاجواء مشابهه لمصر تعتبر يعني، فانت مش فاضل اللعيبه دي بتعود على الحاجات دي يعني انت مش هتروح افريقيا حتى، فانت ممكن يعني تلعب منتخب افريقي وتلعب منتخب عالي. بيقول لك البرازيل عايزه تلعب بكامل نجومها، كذا عرض من اوروبا عايز يلعب مصر، فانت يعني ايه ما تبقاش قفل. لا يا صاحبي، هو جبان وخايف يلبس سكور، فكل الناس تيجي تزيد عليه وتتريق عليه، فهو ذكي ومحظوظ، بس خلاص هو محظوظ الصراحه. فهو كده باشا هيخلي كان كبير قوي على مصطفى محمد الصراحه. هو هيفضل في المستريح كده باشا في الحاجات اللي قده. ممكن يخسر ماتش كبير 1-0 2-0، بس اسمه ماتش كبير، فخلاص كده الدنيا ملمومه. هيروح ليفل عالي، هيروح ليفل عالي بقى يتحط عليه بقى طريقه. لا باشا، سيب الطريقه دي لكاس العالم. يكون الناس نايمه ولا حاجه. عايز اقول لك ان ممكن الطريقه اساسا تيجي من افريقيا مش من كاس العالم. لو انت قابلت منتخب بجد شبه السنغال ولا شبه كونغو الديمقراطيه جامد قوي الصراحه
فاشخ السنغال والسودان معاه في أيوة. مجموعه صعبه قوي. يعني انت لو تشوف المجموعه ديت من قبل التصفيات تقول مثلا السنغال تتاهل مستريح من أيوة. بكل سهوله، بس الصراحه تشوف الكونغو كسبانه السنغال في السنغال 2-0، بعد كده يقوموا راجعين 3-2 السنغال. فانت يعني يقول لك المنتخب دوت نجوم. لا هو كلهم من لعيبه محترفه في الدوري الانجليزي والدوري الالماني. لا كلهم كوت ديفوار منتخب جامد قوي، بطل النسخه اللي فاتت. نيجيريا منتخب جامد قوي، المغرب صاحبة الارض، واعتقد ان المغرب لو انت قابلتها في اي دور من الادوار هتشيلك. مش هتشيلك، هو هيدافع قدامه، مش هيروح خط الهجوم اصلا. مش هيروح ناحيه هيلعب صاحبك يمين. حاجه الصراحه يعني كان ممكن تظهر باداء احسن من كده، وعشان ما ناخدش وقت اكتر من كده صح في المنتخب. بس ايه، نشوف بقى التأهل الجاي وهنفرح طبعا، احنا كلنا فرحانين وهنفرح بالتأهل لكأس العالم. بس احنا بنتكلم فيما هو قادم، نصايح من وجهة نظرنا التي لا قيمة لها على الإطلاق يعني. بنشوف منتخب اللاروخا، منتخب الصراحة عالي قوي 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 قوي، كورتهم عاليه قوي الصراحه، قوي الصراحة كورتهم عاليه قوي. معدل الأعمار بتاعهم كلهم ما تلاقيش لاعب مثلا كسر ال 27. يعني انت كارفاخال لو لعب، يعني هو بيلعب بالبول، فكارفاخال لو لعب هو دوت اكبر لاعب. ايزابيل برضه كبير شويه. ايزابيل برضه 30 او 29 حاجه كده فاهم. بس معدل اعمار صغير، العيال فاهمه بعض تيكي تاكا. لا لعيبه جامده الصراحه، هم لعيبه جامده ومدرب ظبط الدنيا معاهم يعني الصراحه. بنشوف مايكل ميرينو بيجيب اول هاتريك ليه في التاريخ. هو من الذين اصلا يعني رجله على الجون حلو قوي، رجله على الجون. الجون. مع الارسنال ما لقيش المواهب دي. هو السنه اللي فاتت خباك كان بيلعب معظم الوقت مهاجم، يعني كان بيلعب تحت المهاجم، بيلعب. وفي اوقات كان هافرتز كان مش بيلعب، كان بيلعب مهاجم وكان بيجيب اجوان. هو الواد ده بيعرف يلعب، هو جامد قوي الصراحه على الجون كويس يعني. يمين يامال، مش عارفين يمين يامال ايه اللي بيحصل له مع المنتخب. انت مش بتشوفه بيعمل حاجه مع المنتخب. هالاند بسم الله ما شاء الله فتح على البحري 5 تجوال في اندورا يا عم، انت عايز مين؟ اندورا. بيقول لك الحارس بيقول له، كان هالاند بعد كل ماتش بعد كل جون يجي يقول له انا اسف والله بس مش بايدي، احنا لازم نعمل فرق اهداف علشان التاهل، عشان هم تصنيفهم قليل. ايوه بيقول لك انت متخيل بيروح بعد كل جون بيقول بيتاسف للحارس. الحارس هو طلع قال الموضوع دوت يعني مستفز قوي الصراحه. مستفز، جاب 5 جوان تسيب 5 مرات وعمل اسيستين كمان. عمل اسيستين. البرتغال قدرت تكسب الماتشين، تعمل كومباك برضه. عمل كامباك امبارح قدام المجر، قدام سوبوزلاي. ماتش كان جامد قوي الصراحه. فرنسا برضو بعد كانت خسرانه برضو عملت كامباك ورجعت قياده الكليه. فمنتخبات الصراحه احسن 3 منتخبات شايفهم في العالم حاليا بيلعبوا كوره: اسبانيا، البرتغال، فرنسا. واعتقد اسبانيا، يعني اسبانيا ممكن، فرنسا، بس البرتغال انا شايف ان هم كلها فرديات. اللي قاعد على الدكه ده ما بيعملش حاجه حرفيا. مارتينيز ده حرفيا يعني قاعد على الدكه ما بيعملش حاجه بجد. هو كلها فرديات، كلها لعيبه فرديه شغاله عشان بس منتخب كواليتي عالي. ما بقول لك اللعيبه الصح كواليتي عالي جدا، عالي قوي قوي، فبيعرفوا يكسبوا. هم حلوين بس قوي. مع احترامي يعني مارتينيز ده مش فاهم ازاي مدرب كوره يعني. سيبك من المدرب، انا بتكلم على كتول سكواد في الملعب. فل ما هو تول سكواد، اسبانيا عندها تول سكواد بس معاهم مدرب كويس، فعملوا منتخب هو المرشح الاول للكاس العالم طبعا. اما التاني معاهم كواليتي. فرنسا واسبانيا مع فرنسا والبرتغال معاهم كواليتي عالمي اعلى من اسبانيا، بس معاهم 2 مدربين يعني ابيض على الابيض خالص يعني. يلا انا شايف ان دول احسن 3 منتخبات شدوني في التوقف الدولي دوت الصراحه، شايفهم منتخبات عاليه قوي. امريكا الجنوبيه واللي بيحصل في امريكا الجنوبيه كنا نايم بصراحه. شوف امبارح فنزويلا بعد ما كانت عندها تكسب تتعادل تخسر مع خساره بوليفيا تروح للملحق. فنزويلا بعد ما عملت ماتش عالمي قدام كولومبيا الصراحه، بعد ما انهاروا في الشوط الثاني كان ممكن يرجعوا برضه، بس لولا الحظ الصراحه وقف في وشهم. بوليفيا في ملعب بوليفيا فوق الارض دوت، اللعيبه بتروح ب 4000 متر اكسجين بين الشوطين بيحطوا كمان اكسجين. ايوه ما بقول لك. خسروا طبعا البرازيل 1-0 بقياده كارلو انشيلوتي. فبوليفيا توصل للملحق وفنزويلا تغادر. تأثر الصراحه. كان نفسي منزلتي ده بوتوشا الصراحه كانت. طب ده وقت
بالله عليك ماشي. زفه يعني. مبروك العريس مقدما. ايه يا عم، ما علينا. فالارجنتين توصل اول مجموعه طبعا. مستنتون لابس رقم 10. مستنتون لابس دي رقم اعمل 10. حاجه انا شفتها وفي ناس هتتحرق جامد قوي بسبب الموضوع ده. موضوع حرق جدا بس. عبس حاجة الصراحة. مستنتون رقم 10 الجديد بتاع الارجنتين رغم انف الحقودين. إيه، دوت كان توقف الدولي. نيجي بقى للاحداث المشتته اللي حصلت في الدوري خلال التوقف الدولي. الاطاحه بنونو سانتوس، متوقع يعني، كان اخبار كتير قالت على كده. تعيين انجي بوستكوغلو. انجي رجعت. ليه؟ ما هو في رأيك سبب تعيين هذا المدير الفني اللي شفناه على الابيض السنه اللي فاتت لفرقه كانت فوق المتوقع بمرتين 13 ان هي تقدم السيزون اللي فات؟ يا باشا هو يعني رئيس نادي محترمي يعني، اكيد في حاجه في مخه. يعني هو مش عقلاني بجنيه، اللي هو المدرب اللي يعمل لك اسم ويعمل لك قيمه. كنت بتنافس ليفربول السنه اللي فاتت على المركز الاول، مره واحده يا باشا. ما اعرفش عشان كل ده مش عايز يجيب له صفقات. انت الراجل اللي حطك في اوروبا ما اعرفش مش عايز تجيب صفقات ليه يا باشا؟ مش فاهم. ده حاجه غريبه قوي. فطبعا نونو سانتوس اداله كلمتين في جنابه في المؤتمر الصحفي، فزعل بقى الراجل. قال لك يا باشا السلام عليكم امشي، مش عايزينك. فبس يا باشا جاب لك انجلز تقول له سكسي فوتبول الكره الجميله اللي هتخيل مركز 18 بس. خلاص مبروك عليه، خد الشامبيونشيب ينفعه. يعني ليه؟ يعني حتى نوتنجهام باديه بدايه حلوه، يعني اي نعم خسرت من وست هام بس خلاص ما كان نونو سانتوس كانت قرف. ما خلاص ما ده اصل انت جاي هو خلاص كان الكلام كله ان هو ماشي، فمفيش تركيز اصلا. اولع بقى، اولع انت وفرقتك دي. بس انت بدأ بدايه كويسه. يعني انا مستغرب الصراحه يبقى انت عندك مدير فني يعني بالكواليتي دوت مع الفرقه اندر دوج زي نوتنجهام يعمل بيها حاجه واو. فدي حاجه بالنسبه لي لا، وفي الاخر بيقول لك يعني مش حتى مش ماشي من قبل السيزون دي، ماشي بعد السيزون خلاص يعني بدأ يا باشا. وفضل الاخ التاني بقى يستلم بقى ويعمل حاجه. يعمل حاجه قدام الارسنال. انت متخيل يعني اول مصلحتنا الحمد لله ويا رب يعني نستغل الموضوع دوت. بس ليه يعني ليه حتى ليه يبقى انجي بوستكوغلو يعني؟ هو اصل اعتقد مفيش حد يقبل بالشغلانه دي معلش. اصل مفيش حد يقبل بالشغلانه دي غير واحد هو عايز يكمل في الدوري الانجليزي، وهو بوستكوغلو كان عايز يكمل في الدوري الانجليزي مع توتنهام بس هو مشوه. فهو بقى لقى فرصه ثانيه يرجع تاني، فان شاء الله يشتغل رجع. بس مفيش حد عاقل هيرجع هياخد مكان نونو يعني. حاجه عبثيه خالص يعني حاجه ما حدش يتوقعها او يصدقها يعني ان هي دي تحصل. خبر لسه طالع برضه بيقول لك كريستيانو رونالدو اخد صحيفه جايزه اعظم لاعب على مر العصور من الدوري البرتغالي. حاجه جايزه تكريميه برضه. بقول لك يعني جايزه الصراحه تقديرا لمشوار كريستيانو رونالدو. حاجه هو كريستيانو رونالدو اصلا مش محتاج ياخد الجايزه ديت، حاجه معروفه شرفيه يعني. من الدوله، حاجه شرفيه من الدوله. بس هو ما كانوا بيلعبوا في البرتغال فتكريما ليه مع المنتخب يديله جايزه كويسه. المشهد اللي شفناه سوزلاي هو بيطلب من رونالدو التيشيرت بتاعه واقف قدام يعني ما لحقش حاجه ما تقللش منه يعني مش لا عادي مش حاجه، هو بس كيركز سبقه واخد التيشيرت. يعني قالوا الماتش الجاي قدام في المجر هيدوا له التيشيرت اهو في البرتغال. ماتش البرتغال في البرتغال يا قدام المجر في البرتغال. هم لعبوا في المجر بيلعبوا في البرتغال، لعبوا في المجر. ممكن بقى. قال له هدوا لك على ارضنا في البرتغال يعني. بس انا شايف حاجه عاديه جدا، لعيب كبير طبعا تاريخ كره القدم يعني ايوه مش حاجه تقلل منه يعني. لعيب زي ما بعض الناس ما بتقول لك يعني لا ازاي يعمل كده ومش عارف ايه كل اللي هو بتعمل كده صباح الفل يعني. ما بعد التوقف الدولي عندنا متوشه جامده قوي الصراحه في عوده البريمير ليج. عندنا ايفرتون واستون فيلا، ماتش الصراحه جامد قوي. فيلا تصحيح مسارها تصدم بايفرتون على ارضها الصراحه. شايف انا شايف خلاص ايفرتون هتكسب في الاخر. لو بالاداء بتاع استون فيلا ده ايفرتون هتكسب مستريح. وست هام توتنهام ديربي. توتنهام هتاخد سكور. هتكسب سكور في ارض وست هام. اي حيوان هيعدي يكسب وست هام يعني ما عدا نوتنجهام فورست يعني. عندنا برينتفورد وتشيلسي. حلو ده في ملعب برينتفورد برضه يعني ما هيبقى
ماتش صعب على تشيلسي الصراحه دوت. اول ماتش ممكن فعلا او بعد ماتش كريستال بالاس تشوف تشيلسي برضو هتبقى عامله ازاي، شكلها هيبقى عامل ازاي، تحكم على تشيلسي الموسم بتاعها هيبقى أيوة. ايه. فشايف الماتش برضو هيبقى حلو دوت. بس برينتفورد بعد ما بيمو مشى، بعد ما ويسا هو كمان مشى، مفيش تدعيمات لبرينتفورد. ما جابوش غير اوتارو دانجو بتاع بورنموث بس. شايف برضو ان ممكن برينتفورد تبقى ما تبقاش هي برينتفورد بتاع السنه اللي فاتت. هو تشيلسي الصراحه هو مش عارف لو لسه برضه حاسس تشيلسي لسه برضه. بس اعتقد يعني خلاص ممكن 2-1 مثلا تشيلسي. مش بس الكواليتي اعلى مش اكتر. وهو اول ماتش لظهور ايزاك. بيرنلي لا مش هيزل ليفربول. ما اعتقدش، ممكن ربع ساعه مثلا كده. بيقول لك الواحد تدريبات النهارده اول واحد مرة بس هو مع المنتخب ما كانش كويس يعني. طبيعي عادي هو ما لعبش لسه راجع. بس هو لا يعني اعتقد هينزلوا اخر 10 دقايق كده. اخر 10 دقايق كده ينزلوا عشان برضه الجماهير تحييه وكده بس. ممكن اصل بيرنلي برضو ليفربول في ارض بيرنلي، فممكن ماتش يبقى معقرب شويه. انا بقول لك الماتش لو مستريح خلص 2-3 كده في الاخر او اخر ربع ساعه كده ينزلوا يمشيه كده في الملعب. ديربي مانشستر اللي مرموش هيغيب عنه بسبب الاصابه دوت، يعتبر اجمل ماتش في المفروض يعني قمه الجوله الرابعه في الدوري الانجليزي. توقعاتك للماتش دوت ايه؟ هل جوارديولا يستمر في الغرقان وموريم لتصحيح موقفه؟ هو موريم زي ما قلت لك معودنا ان هو قدام الفرق الكبيره بيلعب ماتش جامد، مش عارف يعني بيعرف يلعب قدامه. والسيتي فريق من النوع اللي يعني اي فريق يعرف يلعب قدامه، ده اللي اكتشفناه يعني. او جوارديولا مش عارف يصلح الموضوع ده، ما اعرفش ليه. بس انا شايف يعني لا يعني في ملعب الاتحاد كمان ممكن يعني ممكن يخلص 2-1 للسيتي مثلا 2-2. حاسس في القصه دي 2-1 2-2 كده. انا برضو انا حاسس بكده برضو. السيتي ممكن تكسب برضو بس مش هيبقى سكور عالي يعني انا برضو حاسس ان كل متخيل ان هالاند خلص 5 تجوان في ده هاتريك فيهم. لا طبعا انا بقول لك برضو انا حاسس شبهك كده برضو اللي هو ايه 2-1 1-1 هتبقى ايه في السكه ده الفرق مش حلو لسه. الا بقى لو بقى حصل حاجه شبه 6-3 بقى ديت حاجه خارقه كده. عارف التوقعات بقى الفريق كان مستوى جامد بقول لك يعني دلوقتي. الا بقى لو حصل حاجه خارقه بقى ديت مالناش دعوه بيها بقى. الدوري الاسباني راجعين برضه بمنتوشه عاليه قوي. سوسيداد ومدريد بلعب سوسيداد. اختبار حقيقي هو سوسيداد اصلا السيزون ده مش حلو يعني. بدا 2 تعادل وخساره في سوسيداد. هو بدايه وحشه جدا ليهم يعني. اول مره يحصل معاهم كده اصلا، يتعادلوا مرتين ويخسروا. ما لعبوش فرقه جامده حتى عشان يحصل كده. فالمفروض السوسيداد داخلين عليهم واحنا هم مش احسن مش احسن مستوى. بس طبعا القاعده الثابته اي فريق بيلعب قدام ريال مدريد او برشلونه بيلعب فوق 200% قدامه طبعا. فهي ماتش صعب كده يعني. بس الحمد لله مفيش اصابات طلعت لعيبه ريال مدريد. مفيش اصابات. لا مفيش اصابات الحمد لله. هو التوقف ده ما فيهوش اصابات كتير يعني. يعني ان شاء الله نكسب يعني. اعتقد هنكسب يعني ان شاء الله. برشلونه فالنسيا ماتش برضو. فالنسيا برضو لسه مش يعني كسبوا ماتشين تقريبا وتعادلوا ماتش او خسروا ماتش تقريبا. بس هو مش هيخسروا. مش هتكسب. ماشي حتى بلعب اول ماتش بلعب برشلونه السنه دي. اول ماتش فهو هيشيلوا بالجامد. اتلتيكو فياريال ماتش دوت اختبار بقى الحقيقي لسيمينيو او سيميوني مدرب سيميوني. اختبار هو مش اختبار بس هو يعني هو المفروض اختبار لفياريال يعني بقى فاهم. هو فياريال المفروض بقى فريق شغال ناطحه في الفرقه كلها. بس اتلتيكو مدريد بقى بادئه بدايه وحشه فانت عايز تصحى على المسار. انت عايز تصحى على المسار بقى هتغلب بقى في فياريال بقى بعد التوقف الدولي. اعتقد فياريال هتكسبهم وهتذلهم جامد عشان في ملعبهم. يعني في ملعب اتلتيكو وحش جدا قوي ما بقول لك يعني قوي. بقول لك ده اختبار حقيقي بقى انك عايز ترجع. فانت هتعمل ايه قدام الفرق الكبيره لما انت الفرق الصغيره اتعادلت ليه وخسرت ليه معاها. فما بالك انت بقى عايز تصحح. فانت رجع بقى بعد التوقف الدولي معاك بونت تقريبا ولا 2 بونت عايز تكسب في ملعبك. حاسس ان فياريال هتكسب جامد يعني. فياريال فرقه تقيله قوي السيزون ده يعني. بدايه كويسه قوي. مكسبين 2 مكسب وتعادل. يعني الصراحه انا برضو بقول لك يعني الماتش الصراحه هيبقى عادي قوي. بس يعني اتلتيكو واضح ان هو سنه الهبوط يعني. فان شاء الله يعني يخسروا.
برضه هفضل اقول لك انا مش مقتنع ان سيميوني دوت اكتر مدرب بياخد فلوس واكتر ارزاق يا باشا، هي ارزاق. انا مش مقتنع مش فاهم ارزاق ومسمى خلاق. مش فاهم حاجه يعني عبثيات زي ايجيبشن ليج ماتشين ضرب نار عارف الزمالك والمصري في ملعب برج العرب واحتمال يوسف يروح الماتش فدوت نقول ايه ألف مبروك لجماهير مصر العظيمة مكسبكم قدام الزمالك. الزمالك هيكسب 3-1. اوه 3-1 خدها مني دي 3-1. لا من المصري اول بقول لك انا مش بتمنى، بقول لك توقع الزمالك يكسب 3-1. المصري اول دوري ايه المصري اول دوري مش فارقه مصري ولا الزمالك، بقول لك كده، بقول لك الزمالك هيكسب 3-1. ماتش انا بالنسبه لي كاهلاوي اكتر ماتش مقرف بلعبه في السيزون امبي اكتر ماتش بص انا بحكي على ده ماتش هو ماتش ايه 0-0 1-1 هو دوت ماتش امبي مع اول ماتش لعماد النحاس يمسكه تاني. ايوه بيقول لك طلع اخبار ان هو هيجيبوا مدرب سويسري شكلهم حبوا المدربين السويسريين اي حاجه من ناحيه الحبايب. يعني اسمه فيشر تقريبا. بصيت عليه يعني مدرب سويسري كان بيدرب حاليا يونيون برلين بيدرب زيورخ بيدرب ايوه فرق كويسه. هو كويس يعني كمدير فني هو كويس بس هل بقى انت هتخلص معاه ولا لا؟ لان طلع كابتن محمد يوسف من شويه بيقول لك ان هو مش هيمشوا يعني عماد النحاس غير بعد ماتش الزمالك. يعني عندهم خمس ماتشات لحد هو ده العقلاني الصراحه يعني ده الصح طبعا دوت الصح ان هو هيكمل بيه شهر سبتمبر لحد توقف اكتوبر الجاي. بعد كده يبداوا بقى يبقوا مخلصين مع المنتخب مع المدير الفني وينزل يمسك الفرقه. يعني عماد النحاس هيكمل معاهم. هل تعتقد ان الاهلي ممكن تلاقيه رجع شويه فاق شويه مع عودة امام عاشور؟ امام عاشور دلوقتي بقى في التدريبات عشان بن شرقي مراحش المنتخب فقاعد القصه كلها مش اللعيبه تستريح ولا اللعيبه مين مريح. القصه كلها في تمشي توليفه الهجوم دي ازاي. يعني هو مشكله الاهلي كلها في مشكله توليفه الهجوم. ما اعتقدش العبط الصراحه اللي كان ريبيرو بيعملوا بيلعب كلهم دولت وينزل بقى ودوت يجي كده دوت يجي كده دوت. ما انت تخيل الاجنبي مع اللي هو مالوش عنده حبايب او مالوش مثلا ايه ليه صحوبيه مثلا او ليه تاريخ معاه فاهم. ما اعرفش يعمل كده. بالك بقى ان هو عماد النحاس ده المفروض اللي هو مصري. عماد النحاس اقوى طبعا من ريبيرو اللي احنا شايفينه. انت ما تعرفش بقى بس انا شايف المشكله كلها انك تحط اساسيات ده اساسي تحت يوتي انك تعرف تفرض كده بقى. دي القصه هل هيحصل ما اعرفش بس انا عندي اساس لا مش هيحصل وهيلعبوا كلهم مفيش حاجه تحصل كده. معلش امام عاشور راجع فانت لازم فكره راس هتطير كده يعني انت ايه المفروض زيزو هيلعب وينج يمين الثانيه الشمال يتلزجيه بن شرقي. ما خلاص ما انت بتلزجيه وبن شرقي الاثنين في الملعب خلاص ديت خلاص ما المفروض ما تبقاش موجوده في الاهلي وملهاش مكان في الاهلي. واحد من الاثنين وقدامهم محمد شريف وتحتيهم امام عاشور وبن رمضان فخلاص يعني هو خلاص فانت يا تلزجيه انت هتحط امام عاشور ولا بن رمضان بقى واحد منهم تحط الاثنين هيحطوا الاثنين وتحتيهم بن رمضان ما بيدافعش اصلا. بن رمضان انت جايب بن رمضان عشان ايه؟ ما عشان 8 ما امام عاشور هيلعب 6 و8 هو 8 بوكس بوكس اللي هو امام عاشور ما بيلعبش 6 و8 امام عاشور بيهاجم. ايوه بس ممكن ياخد بقى يعني ما بيدافعش امام عاشور. لا صراحه امام عاشور في الدفاع هو كويس. ايوه هو كويس زي زمان ايام الزمالك. هو من ساعه ما جه الاهلي ما شفتوش بيعمل تاكل لوحده صراحه. طبعا مش عارف الصراحه بس انا شايف لو طالما التوفيق دي ما اتحلتش فهتفضل مشاكل زي ما هي. ممكن كده الاهلي هيكسب الام بي يعني. هي معروفه تمشي مدرب مصري يجي كسبان سكور مره واحده بس هو طالما التوليفه دي ما ظبطتش يبقى هيبقى يفضل تعادل خساره يكسب بالعافيه كده يعني. بس هو لازم علشان تمشي تريزيجيه وبن شرقي واحد فيهم اللي ايوه صدقني الكلام سهل يا باشا. هو مش انت مش هناك يا بابا. انت مش هناك قاعد معاهم في اوضه اللبس تعرف تمشي حاجه زي دي. لا ما لازم يا باشا. هو مش كده يا ابني انت قاعد هنا في الحضره بتقول كده
هناك مفيش حاجه اسمها كده، هتشوف يعني فعلا، هنشوف في الاخر. كده كده ماتش يوم الاحد هنشوف ايه اللي هيحصل. بس انا زي ما بقول لك، انا اللي شايفه واللي عارفه من شخصيه عماد النحاس ان هو في لعبه لازم تثير، لازم يعني لازم. ممكن راح تنزجاش بس المنتخب بقول لك يعني لازم. ممكن بقى دوت ماتش دوت يبدا اساسي، دوت يبدا احتياطي، فاهم؟ هنشوف بقى اللي هيحصل. إيه احتمال ما يبقاش الحلقه المحليه ما تنزلش لحد، نأجلها يوم الاثنين نكمل بعد ماتش الاهلي. احتمال يعني ممكن نصور من غير ماتش الاهلي، هنشوف ايه اللي هيحصل. إيه يوم الاثنين العادة الأوروبية في ميعادنا عادي، يوم الخميس أو الجمعة عشان برضه هيبقى فيه ماتشات الخميس الساعة برشلونة ونيوكاسل، هيبقى ماتش جامد في دوري الأبطال يوم الخميس دوت. فبرضه على حسب، في السيتي ونابولي برضه يوم الخميس. المشكله كلها ممكن بتشوف في نفس الوقت. بس بتكلم يوم الخميس يعني، فهنشوف برضه عادة الخميس هنخليها ممكن نأجلها الجمعة ننزلها خميس برضه. هنشوف ايه اللي هيحصل، بس الاكيد ان حلقه يوم الاثنين عاده اوروبيه نازله في ميعادها. نشوفكم في حلقه جديده. سلام.